السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محب عالم الابراج والفلك والارقام تحيه طيبه من قناه البيت البسيط مع فاطمه محمود. معانا خبر النهارده: الابراج الاكثر حظا وثراء وسعاده وحظهم هيتغير تماما في 2025 وفقا لتوقعات عبير فؤاد. برج الحمل من 21 مارس ل 19 ابريل. سيكون هذا العام محوريا جدا بالنسبة لأصحاب برج الحمل. تتوقع لهم عبير فؤاد تحقيق نجاحات مالية ضخمة، حيث ستتوفر لهم فرص استثمارية مثالية. هؤلاء الأفراد سيحظون أيضا بتحسن كبير في حياتهم العاطفية، ما سيجلب لهم السعادة والتوازن الداخلي. برج الثور من 20 إبريل ل 20 مايو. يتوقع أن يشهد أصحاب برج الثور عاما مميزا في 2025، خصوصا على الصعيد المالي. توقع تعبير فؤاد تشير إلى أن الثور سيكون لديه العديد من الفرص لتحقيق ثروة كبيرة، سواء من خلال ترقيات في العمل أو نجاحات في المشاريع الشخصية. علاوة على ذلك، سيكون لهذا البرج حياة عاطفية مليئة بالانسجام والراحة. البرج الثالث برج الأسد من 23 يوليو ل 22 أغسطس. سيكون برج الأسد في أفضل حالاته على مدار العام. سيحقق أصحاب هذا البرج نجاحات مهنية غير مسبوقة، وستكون لديهم الفرصة لتوسيع أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يمر الأسد بفترة سعيدة في حياته العاطفية، ما سيجعل العام 2025 عاما لا ينسى لهم. البرج الرابع برج القوس من 22 نوفمبر ل 21 ديسمبر. من بين الأبراج المحظوظة سيكون برج القوس في قمة التميز في عام 2025. تشير إلى أن هذا البرج سيحقق طفرة كبيرة في حياته المهنية مع فرص مثالية لزيادة دخله. علاوة على ذلك، سيجد القوس توازنا داخليا كبيرا، مما سيجعله يعيش حالة من السعادة لا مثيل لها. وفي الختام، لو كنتم من هذه الأبراج، فهو عام مليء بالفرص والتحديات لبعض الأبراج التي ستشهد تحولات جذرية في حياتها. بالنسبة لأصحاب الأبراج التي تم ذكرها، سيكون هذا العام مليئا بالفرح والثراء. وبكده يكون ده الخبر بتاعي والفيديو بتاعي النهاردة. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما ارجع لكم بفيديو آخر، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب للأبراج الأكثر حظا وثراء وسعادة في 2025 وفقا لعبير فؤاد.